قضية خالتي مريم مع رياض محرز دارت ضجة كبيرة مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما رفض محرز يتصور معاها في التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطني. خالتي مريم رفعت دعوى قضائية على رياض محرز ولا ما على بالناش، بالك على الصحفيين اللي نشروا الموقف. بيناتنا الله يا رياض محرز، ما الصحفيين اللي درتوا لي الإشهار ما نسمحكمش حتى اليوم. هذه اللقطة دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر اللي خلى خالتي مريم تكبر الحكاية وترفع قضية للجهات المعنية، وهذه النقطة اللي انتقدها الصحفي الرياضي معزوزي. أولا أنا نتأسف على ما آلت إيه ما يسمى بقضية الآن، لأنه ما كانتش تكون قضية لولا أنه خالتي مريم يعني حبت تضخم الحادثة بلجوئها إلى القضاء ورفعت دعوى قضائية. على بالناش واش متوهم اللي راهي توجه لرياض محرز. معزوزي صرح باللي المنتخب الوطني كان يحب خالتي مريم، وأكد لنا حتى أنه كان يعاونها ماديا. وخالتي مريم صح هي معروفة من لدى اللاعبين تاع الفريق الوطني، والله غير كانوا يعني يعاونوها حتى ماليا. انا ما فهمتش علاش كبرت هذه القضية. صاميريت با هي زوبعة في فنجان. وانتوما وش رايكم؟ خالتي مريم كان عندها الحق ولا تصرف محرز كان تصرف عادي وعفوي؟